ستات معروفين ان هم مترددين جدا. يعني احنا لما بنيجي نروح لكوافير مثلا وعايزين نسبق شعرنا بلون معين، بعد ما نعمل اللون وكل حاجه نقول لا احنا مش عاوزين اللون ده. في حالتك يا دكتور بقى هتعمل ايه لو قلت لك لا مش دي العمليه اللي انا المفروض التوقعات بتاعه العميل اللي جاي لك او الكلاينت تبقى في نطاق المنطق. يعني الدكتور ما يصور لهاش توقعات هو ما يقدرش يعملها. لازم تبقى التوقعات منطقية. عشان كده مثلا واحدة جاية لي تقول لي أنا عايزة أبقى زي دي، لا أنت مش هتبقي زي دي، أنت هنعمل لك عملية تخلي شكلك حلو، لكن ما توصليش للمرحله دي. لو هوصلك لأفضل نسخة منك، لكن مش شرط تبقي كوبي بيست طب زي دي. حصلت معاك قبل كده؟ ولو واحدة جاية عايزة الموضوع ده، لا يا فندم أنا مش هقدر أوصلك زي دي، عشان بعد كده مهما عملت لها مش هتبقى مقتنعة بالنتيجة. تمام. ولازم تبقى هي فعلا محتاجة العملية. لا حصلت يعني معاك ان حد عمل عمليه بالفعل وقالت لك لا انا مش مقتنعه بالنتيجه دي؟ كتير. برد فعلك ايه بقى معاها؟ بشوف ايه اللي مش مقتنعة بيه او ايه اللي مش عاجبك فيها. ووارد في عمليات تجميل في حاجات اسمها ريدو، بنصلح مثلا عملية لو العملية مش عاجبة العين، خصوصا في عمليات تنسيق القوام. تمام. يعني واحدة مثلا لا أنا عندي الحتة دي كنت عايز أقللها شوية، لا أنا عندي الحتة دي كنت عايز أحقنها زيادة شوية، لا أنا السيليكون اللي أنا حطيته ده حجمه كبير قوي. أنا ما كنتش ترجع تصغره أنا تاني؟ ما كنتش متخيلة إن حجمه هيبقى كبير قوي كده، فحطيت لها حجم أصغر.